السلام عليكم، كيف الحال؟ شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير. اليوم جايب لكم قصة طيبة حلوة، والله العظيم انك بتسمعها ممكن مرة ثانية بعد، من كثر حلاها، من كثر ما راح تتأثر فيها. يا جماعة الخير، بعض القصص ما تمر على الأذان مرور الكرام، لا، تخليك توقف كذا، تخليك تعيشها لحظة بلحظة، وتقول في نفسك وشلون قلب الإنسان يتحمل فقد أمه أكثر من 30 سنة. قصتنا اليوم صارت بين السعودية واليمن، فيها وفاء صديق وغربة أم وحنين ولد ما نسى ريحة حضن أمه من كان صغير. أقول لك 30 سنة. يقول راوي القصة: عندي جار، وجار مثل الأخ، جار صديق عزيز من اليمن. يقول عشنا سوا بالسعودية أكثر من 15 سنة، 15 سنة وحنا صداقة، يعني مو بس عادية، صداقة تعدت حدود الأخوة، حدود الرجال. حتى أهلنا، حريمنا وعيالنا والأهل صاروا يعرفون بعض ويحبون بعض، كأني أنا وخوي هذا أخوان. فيقول يوم من الأيام قال لي هذا اليماني: وعاد أنت أخوك اليماني؟ أوه، اليماني لخواك، خواك بصدق، خلاص خويك، يعني خويك على الموت قدام. فاليماني قال: اسمع يا طويل العمر، قال له: قالوا دبك تجينا اليمن يا اخوي، المطر عندنا والجو غير، النسمة عندنا غير باليمن. والله والله يا اني هوى اليمن قسم بالله يرد القلب، يشفي العليل مثل ما يقولون. تعال تعال واستانس ويانا، تعال يا اخوي وسع صدرك. يقول حسبتها في راسي، قلت خلاص دام انك مصر بحجز وجيك، برتب وضعي وارتب اموري وان شاء الله بجيك، والله ما تاخر عليك. يقول فعلا رتبت وضعي وضبطت حالي وعلمت الاهل وخلصت اشغالي. يقول بالصدفه كان معي يمني في الدوام وانا مديره، والله اعطيه اجازه واقول له رحت سهل. يقول فعلا حجزت رحله على صنعاء، وكانت الرحله بالليل. يقول يوم قربنا من المطار بحوالي ربع ساعه، خلاص ربع ساعه وننزل الاراضي اليمنيه في صنعاء. يقول وانا جالس كذا ولا يجيني واحد سعودي جلس جنبي ومبين على وجهه التوتر، لكن لابس بدله رسميه كذا، عارف، كاشخ، وسلم علي وقال لي: الاخ سعودي. يقول انا يوم قال لي كذا ولبس لي بدله، قال ظنيت انها مخابرات، رجال سياسي وكذا. قلت إيه نعم سعودي، ايش عندك؟ عسى مشر، ايش تبي؟ قال تكفى يا طويل العمر. يقول ميل علي كذا وقال ابغى فزعتك، ترى قصتي طويلة بحكيها لك، يمكن تساعدني أرجوك. يقول عارف اللي شفته ببدلة وكاشخ يوم قلت له إيه نعم، ولا تحول لشخص عارف اللي مثلوب، تعرف كيف يبي النجاة كأنه غرقان يبي قشة يتعلق فيها. فيقول أنا قلت له ما باقي إلا 10 دقايق وننزل، خلينا نتكلم بعد ما نوصل، يمكن أقدر أساعدك، وترى أنا بينتظرني خوي يمني، وترى صاحبي هذا واصل وله معارف وإن شاء الله يسعده. أصبر، ما هو بوقت الكلام الحين، انزل معي من الطائرة وروح المطار ورتب وضعنا ونقعد ونسولف وقول لنا سالفتك وقصتك، ما فيها مشكلة. يقول نزلنا في المطار واستقبلنا خوي اليمني ذا، فهذا مهندس ومعروف هناك، رجال ما هو بعادي، ورجال كان حاجز لنا في فندق بصنعاء، لأن قريته تبعد أكثر من 250 أو 300 كيلو عن العاصمة. يقول وأنا عندي مفاجأة، واحد من موظفيني اللي أنا أعطيته الإجازة شهر طلع جاي اليمن بعد، ولقيناها بالمطار صدفة. شوف الدنيا صغيرة ترى. يقول لي قال لي أنا أبوي يشتغل، هذا اليمني اللي يشتغل عند السعودي، قال اسمع يا مديري، انا ابوي ترى يشتغل في السفاره هني وجاي اسلم عليه. يقول واعطاني كارت السفاره وقال لو احتجت اي شيء هذا رقمي وكلم ابوي. طبعا ابوي قاعد في المطار يستقبلني، فتعرف على ابوه، ابو الموظف اللي عنده. فالحين صار عنده واسطتين، واسطه خويه وواسطه السفاره. يقول جلسنا بالفندق وكل واحد اخذ غرفته وتعشينا على ذبيحه ذبحها لنا خوي اليمني كعادة أهل الكرم، أهل اليمن، أهل الفزعة. يقول قلت له يا فلان أبي منك طلب. قال سم. السعودي قل اليمني. قال آمر تدل الرقبة يا ولد، اتكلم. قال يا أخوي هذا السعودي اللي معي
تعرفت عليه بالطايرة وجاني وكذا وعنده موضوع يعني ودي تساعده فيه، يمكن تقدر، يمكن يعني يكون الله يجعلنا سبب في فك الضيقة ونصلح له وضعه. فأنا والله ما أدري وش موضوعه، لكن خليه يحكي لنا الموضوع وإن شاء الله خير. لو في شيء نقدر نقدمه وأنت تقدر تعاونه فيه أتمنى أنك ما تقصر. قالوا فعليك أكيد ما قصر، وش عنده خلي قلنا سالفته. فقام السعودي وقال ترى أنا عمري 35 سنة وأبحث عن أمي لي 35 سنة، أبوي تزوج من يمنية قبل أكثر من 30 سنة، وأنا يوم كنت صغير ما كنت أعرف عنها أي شيء. كل اللي أعرفه أنهم قالوا لي إنها توفت، لكن أنا طول عمري أشوفها بالمنام، من صغري تجيني بالمنام وتكلمني وكأنها تقول لي يا ولادي أنا حية، أنا عايشة على هذه الأرض. يقول أنا وفي يوم من الأيام سألت أحد المفسرين وقال لي ترى أمك حية وراسها تشم الهواء وأمك موجودة في اليمن، على حسب الرؤى اللي حكى هذا الولد للمفسرين. وقالوا له ترى أمك بالتحديد في شمال صنعاء تقريبا على حسب رؤياك. يقول لكن أنا ما عندي أي وسيلة أو أي دليل أو عنوان يوصلني لها، حاولت مع أهلي مع ناسي ما أحد أعطاني أي دليل ولا أي دبرة. فيقول خوي اليمني سمع القصة وتأثر، قال لها ولا يهمك إن شاء الله بخاطرك تلقاها والله يسهل دربك، وأنا بساعدك وبكلم اللي أعرفه واللي ما أعرفه وإن شاء الله نساعدك في هالأمور. وبدأ على طول يتصل بالقرى اللي حول المنطقة ويشوف ربعه اللي فيها، طبعا المنطقة اللي قال عنها السعودي. وبعد بحث طويل لقوا قريتين، في هذه القريتين 4 حريم سبقوا وتزوجوا السعوديين، واحدة منهم تنطبق عليها المواصفات ومتزوجة الآن ولها عيال موجودة على قيد الحياة. فخوي اليمني قال له شوف بكرة الصبح نروح سوا أنا وأنت وولد عمك، يقصد السعودي الثاني، ونشوف. لكن السعودي صاحب القصة قال لا خلكم، أنا بروح لحالي ومعي 2 من ربعك يساعدوني، أنا ما ودي أسبب لكم إحراج أو تعب أو مشكلة. وفعلا راحوا في السيارة واتجهوا لتلك القرية. يقول أبو هاشم اللي يروي القصة، يقول جلسنا أنا وخويي ننتظر أسبوع كامل الأخبار. يقول في اليوم السادس جاته مكالمة من السعودي صوته يرجف، عارف اللي قال يا جماعة ترى أنا في القرية وكل ما أقترب من القرية أحس قلبي يدق بقوة كأنه يعرف قلبي الطريق قبل عيني، إحساس. يقول دخلت القرية وسألت عن امرأة تزوجت سعودي زمان، فقالوا موجودة بس ترى انتبه دير بالك يا ولد. أقول ترى زوجها غيور لدرجة الجنون وما يبي أحد يقربها ولا يكلمها، ترى بيقتلكم، رجال فاقد العقل، عند زوجته ذي لا بيذبح. فيقول أنا قلت لهم أنا ولدها وجاي بسلم على أمي بعد غياب 30 سنة، ما لي غرض أنا غير السلام. لكن يوم وصلوا بيتها طلع عليهم زوجها وغاضب وعيونه كذا. قال له وش جايبكم؟ وش سالفتكم؟ قال ترى أنا ابن زوجتك وأنا ولدها فلان الفلان وكذا. قالوا وش ذا الهرج؟ تلعبون علينا أنتم؟ ولد عمره 35 سنة جاي يسلم على أمه بعد 30 سنة، وش السالفة؟ وش تحكون أنتم؟ حسبالكم إحنا مخابيل؟ فحاولوا يهدونه، يا عم تكفى، ما قالوا قول انقلعوا من هني قسم بالله تجيب السلاح من داخلها أكسلكم، توكلوا على الله. يقول مشينا. يقول وش الدبرة؟ يقول رحنا لشيخ القرية هذه الكبير اللي بالقرية نحكي له الموضوع يساعدنا فيه يفزع فيه. يقول رحنا الكبير القرية وشرحوا له القصة، فطلبوا من الحريم اللي بالقرية يسألونه باللين وباللطف. وبعد محاولات كثيرة اعترفت المرأة وقالت نعم أنا تزوجت سعودي قبل 30 سنة وجبت ولد اسمه محمد وكان عمره 2 يوم فارقته، وعيوا يعطونا الولد وقالوا لي روحي ورموني. فقالوا لها ولدك ترى جاك الحين وتراه برا ينتظرك. يقول محمد من أول ما سمعت إنها ورا الباب
رجف جسمي وانهمرت دموعي، ما قدرت أنطق، هي تبكي وأنا أبكي، واللحظة ثقيلة وايد وايد. يقول محمد صاحب القصة: والله بهذه اللحظة أنا ما قدرت أتمالك نفسي ولا أتمالك أعصابي ولا أتحكم في دمعة عيوني اللي تهل. عارف الموقف صعب، عارف اللي مثل المجنون، عارف مثل الطفل اللي مضيع أمه، عارف. يقول والله العظيم شيء أنا عاجز عن وصفه. يقول ما قدرت أتمالك ولا أتحكم في نفسي، طحت على الأرض من كثر البكاء والدموع وقلة الحيلة. عارف اللي يقول واسمع صوت أمي بعد تبكي من وراء الباب. تخيلوا يا جماعة المشهد، يعني حس انك شايف هذا المشهد بعينك. ام بعد 30 سنة تلقى ولدها الوحيد، وولد قضى عمره يدور على وجه وريحة امه، يدور عليها بين ملامح الناس، في الشرق في الغرب في الليل في النهار، ما خلاه. رجال من كثر ما هو يبحث عنها تجيه بالاحلام، فتعرف من كثر ما هي تجيه بالاحلام هي شاغله وقته وشاغله يومه وشاغله فكره. رجال هايم بامه. فيقول رجعت وقلت لها لزوجها يعني والله ما ابي منكم شيء يا عم، يا زوج امي، يا طويل العمر، والله العظيم ما ابي منكم شيء. اللي تبيه انت يا زوج امي من امور الدنيا انا حاضر لك، بس ارجوك لا تحرمني من امي. ابيها تشوفني وتزورني واعزمكم كلكم على السعوديه، اكرمكم واخلكم تاج فوق راسي. الرجال هني تاثر وفعلا تواصلوا مع السفاره السعوديه وساعدهم السفير بنفسه، واستخرجوا لهم تاشيرات عمره وراحوا لمكه وتلاقوا هناك وسووا لهم احتفال كذا بسيط. دموع وحنان وشهقة من هني وتنهيدة من هناك وصراخ، عارف بتنهيدة، يعني شكل ما تقدر توصفه، كأن 30 سنة انمسحت في لحظة. فيا ناس شوفوا شلون قلب الأم ما ينسى ولا قلب الولد يرتاح إلا وهو في حضنها. سبحان اللي جمع بينهم بعد فقد طويل وقدر لهم لقاء يعيد لهم الحياة ويعيد للحياة طعمها. فاللهم احفظ أمهاتنا وارحم اللي رحلت منهم واجمعنا بهم في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أتمنى تكون القصة عجبتك، وإذا عجبتك فأتمنى تشترك في القناة، وإذا اشتركت أتمنى أنك تحط لايك في الفيديو، وإذا حطيت لايك أتمنى تترك لي تعليق وتقول لي السلام عليكم، وشوف الفيديوهات السابقة وانتظرني في الفيديوهات القادمة. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.